السلام عليكم. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي مع بعض باول فيديو في البلاي ليست دي، وهنبتدي باول بروبلم عندنا. اول حاجه انا عاوزك هتدخل عليك كود، هتعمل لوجين عادي خالص، وبعدين هتدخل على سيكشن بروبلمز. تمام. وبعد كده هتيجي في السيرش هنا تحت اكتب تو سم واختار اللي هي الايزي. احنا قلنا هنبدا من البسيط للمتقدم شويه. بعد كده هتدخل هتلاقي الصفحه دي قدامك زي ما انت شايف الشكل ده. هتلاقي عندك على الشمال الديسكريبشن بتاع الالجوريزم، وهتلاقي حاطط اكزامبلز. هنقرا كل ده مع بعض. اديتوريال ده هتلاقي شرح للبروبلم. لو انت يعني في بعض البروبلمز هتلاقي شرح لك حلها، بس طبعا دي ما تروح لهاش الا لما خلاص انت مش قادر تحل المشكله. وهتلاقي السولوشنز اللي موجوده عندك، ناس رافعه السولوشنز عندها وانت تعرف ترفع السولوشن بتاعك عادي. وهتلاقي السبمشنز اللي انت ضفتها، اللي هو يعني انت اول ما بتحل المشكله بتعمل سبميت، بيتسجل عدد السبمشنز اللي انت عملتها. طيب، خلينا نبتدي مع بعض في الفيديو ده ونقرا البروبلم دي ونشوف ايه المشكله اللي موجوده عندنا وازاي نحلها، او ازاي نكتب كود يحل المشكله اللي عندنا دي، او المساله اللي موجوده عندنا دي، وازاي كمان نخلي البرفورمانس احسن. يعني انا هحلها خلونا مع بعض نبتدي الاول من غير ما اقعد اتكلم كتير. هو شرح المشكله، التايتل بتاعها اسمه تو سم. زي ما انت شايف هي ايزي يعني، بس مش معنى انك مش عارف تحل الايزي ان انت وحش او ضعيف، لا خالص. البدايه مع كل الناس بتبقى كده، مش كل المسائل بيبقى فكرتها جايه في دماغك، لكن مع الممارسه الكتير باذن الله هتلاقي دايما نفسك بتعرف تحل، يعني حتى مش ايزي بس. تمام، خلينا نبتدي. given an array of integer، عندنا array من الانتجر، التايب بتاعها انتجر اسمها نمز، وعندنا انتجر تاني اسمه تارجت. return بيقول لك رجع لي الاندسيز of the two numbers such that they add up to the target. طيب، خلينا نقرأ على الاخر. you may assume that each input would have exactly one solution، عندنا حل واحد. and you may not use the same element twice، ما ينفعش تستخدم نفس الاليمنت مرتين. you can return the answer in any order. تعال نشوف المثال. بيقول لك عندنا نمز، تمام، ليست عندك عادي خالص فيها مجموعه ارقام، عندنا تارجت. عاوزك ترجع الاندكس بتاع مجموع رقمين يدي التارجت ده الاندكس بتاعهم ايه. فاحنا عندنا مثلا دي اللي عندنا يجمع يجيب 9، الاثنين والسبعة، صح كده؟ الاندكس بتاعهم ايه؟ 0 1. رجعنا ليست 0 1. طيب، الثانيه نمز عندنا 3 و2 و4، عاوز حاجه ترجع 6. ايه الرقمين اللي يرجعوا 6؟ الاثنين والاربعه، صح؟ اللي هو الاندكس بتاعهم بكام؟ بواحد و2. هنا قال لك انبوت نمز 3 و3 والتارجت 6. الاوتبوت هيبقى ايه؟ 0 1، اللي هو الرقمين الموجودين عندك. طيب، نحل مشكله زي دي ازاي، او نكتب كود ازاي ياخد الرقمين؟ هو عامل لك الميثود ده وبيقول لك المفروض ترجع لي ليست اوف انتجر. طيب، الحل اللي هيجي المبدئي اللي هو اللي اسمه البروت فورس اللي عندك، احنا هندخل نلف على الليسته دي، هنمسك كل ايتم ونمشي عليه، نروح نقول له الاثنين دي. تعال نخش على اللي بعدها، السبعه 2 و7 9. 2 و7 9. خلاص، رجع لي الاندكس بتاعهم بتاع الاثنين دول. طيب تعالى هنا عشان دي عاتيه الحل من اول مره. هنيجي هنا نيجي على الثلاثه. 3 و2 6، لا. 3 و4 6، لا. تعالى على الاثنين، 2 و4 6. يبقى رجع لي الاثنين اندسيز دول. طيب، فده باين عندنا ان احنا هنعمل، هيبقى عندنا 2 فور لوب. خلونا نمشي الاول كده. الاول هنعمل فور لوب عاديه خالص. انت اي ايكوال 0 واي اقل من نمز دوت لينس، تمام، واي بلس بلس. فكده احنا هنمشي عليهم واحده واحده، ايتم ايتم. طيب، بعد كده احنا عاوزين نشوف الرقم اللي بعدها، هنبدا من الرقم اللي بعده. يعني احنا نبدا نلف من هنا، يعني لو بادئين من عند الاثنين هنبدا من هنا. فتمام، هنعمل فور ثانيه. فور انت جي ايكوال 0. هقول لكم لغايه دلوقتي، وجي اقل من نمز دوت لينس، برضو مش عاوزينها تتجاوز اللي هو السايز بتاع الاري، وجي بلس بلس. طيب، هو هنا احنا بادئينه من الصفر وده غلط. احنا عاوزين يبدا من ايه؟ عاوزين نبدا من اي بلس 1.
ليه؟ لان انا هنا واقف، هو قال لك ما ينفعش الايتم يتجمع مرتين، يعني ما ينفعش اقول له 2 زائد 2 4، لو انا التارجت عندي 4 يبقى انا كده رجعت، لا، هم لازم يكونوا 2 ايتمز موجودين في 2 اندكس مختلفين. فانا عاوزه يبدا من العنصر اللي بعده، انا هبتدي هنا وابدا اقول الاثنين دي مجموعها على السبعه، فانا هزود واحد اقول اي زائد واحد. طيب تعالى نيجي هنا ونقول اف نمز اي بلس نمز، انا عاوز اقول لو مجموعهم يساوي التارجت، صح؟ ايكوال تارجت. هنعمل ايه؟ المفروض نرجع الاندسز، صح؟ اللي هو ايه؟ ريتيرن اي وجي، صح كده؟ بعد الفول لوب دي نخليه يرجع. هو كده قال لك هلاقي لك حل. تعالى كده نجرب ونشوف اهو. طيب عندنا حاجه اسمها يوز كيس، دي شويه كيسز كده هو حاططهم في الاول، تيست كيس، مش يوز كيس، تيست كيس، اسف. عندنا الاول كذا كيس بتلاقيه حاططهم لك كده، لو عديتهم احنا بنعمل رن الاول، لو عديتهم بعد كده بيروح هو يرنها بقى، لما بنيجي نعمل سبميت بيروح يعمل لها رن على تيست كيسز اكتر بكتير واحجام اكتر بكتير. طيب فهو نجح ان هو يرجع الاوتبوت صح في الكل، يعني في كل التيست كيسز اللي هو حاططها، حتى هو بيقول لك اكسبتد. تعالى كده نعمل سبميت ونشوف هيعدي كل التيست كيسز ولا لا. تعالى نعمل سبميت ونشوف. هي عدت، بس شوف الران تايم واخد 77 مللي سكند، وشوف انا فين. يعني هو بيقول لك انت الناس اللي سابقاك قد ايه، ففي ناس اصلا السولوشن بتاعها في 3 مللي سكند، لو بصينا على الجراف ده حللها لك في 3 مللي سكند، فاكيد في حل افضل. يعني هو انا عديت 63 تيست كيس من 63، بس ده مش افضل حل. وده يعني شوف الميموري كمان، يعني حتى الميموري انت واخد ميموري اكبر، شوف مكانك فين، والناس هنا في ناس يعني واخده مكان احسن بكتير، واخدين ميموري اقل بكتير من اللي انت مستخدمها. انا بس بقول لك ايه طريقه التفكير، وايه اللي عرفني ان الحل ده مش احسن حاجه. يعني شوف انا فين، يعني شوف يعني كل الناس اللي حلتها، لما انا حلتها بالطريقه دي، طريقه اسمها البروت فورس، اول حاجه جت في دماغي قمت كاتبها واشتغلت، لان ده حل منطقي. انت هو بيقول لك عدي لك عندك لسته وعندك تارجت، رجع لي 2 عنصرز في الليست دي، يبقى مجموعهم هو التارجت ده، يبقى هتلف على الليسته واحده واحده، هتمسك عنصر وتشوفه مع باقي اخواته، هتمسك عنصر وتشوفه مع باقي اخواته، هتمسك عنصر وتشوفه مع باقي اخواته. فهل مجموعهم بيدي التارجت؟ اللي فيهم بيدي التارجت، ريتيرن التارجت ده، ريتيرن الاثنين اندسيز اللي عاطين التارجت ده. اتوقع دي بسيطه. وبرضه انا في نص الفيديو بقول لك طبق ورايا. انا عارف ان شكلها سهل خالص، وشكلها ان انت لو كتبتها هتجيبها كده، مفيش. اكتب ورايا، صدقني مش هتندم لو كتبت ورايا، بس يعني هتندم جدا لو انت ما كتبتش ورايا، او ان انت حاولت تحل البروبلم دي مع نفسك. طيب ايه الحل التاني بقى؟ يعني ايه اللي ممكن، حاجه ممكن نستخدمها، تكنيك ممكن تستخدمه يحل المشكله. انا حليت المشكله دي اكتر من مره، يعني حتى انت لو دخلت على السبمشنز هتلاقيني حللها 5 مرات قبل كده. فخليني اقول لكم ايه اللي ممكن، يعني عاوزك انت توقف الفيديو وتفكر ازاي ممكن احل المشكله دي. هو حتى هنا بيقول لك can you come up with an algorithm that is less than O n square time complexity. الاو اوف ان البيج او دي حاجه بنقيس بيها البرفورمانس بتاع الالجوريزم بتاعتنا. احنا عشان عندنا 2 الجوريزمز جوه بعض، 2 قصدي 4 جوه بعض، 4 لوب جوه بعض، فهو بيقول لك او اوف ان سكوير، ولو هم 3 جوه بعض هيبقى او اوف ان اللي هو زي ما بنقول اس 3. فهو بيقول لك ممكن تجيب حل اسرع من اللي انت حله ده. ممكن نجيب حل. هنستخدم ايه؟ انا عارف ان الفيديو طول، بس يعني ادوني وقت بقى في الفيديوهات دي، ما احنا بحاول نبتدي من الصفر عشان لما نطلع قدام تبقى الدنيا سليمه معانا. ممكن مثلا، يعني ايه، يعني فكر كده. يعني انا اللي واضح بالنسبه لي دلوقتي، او لان انا حليتها كتير، ويعني وطبعا وقعت في الاول في الحاجات دي وكده، فانا عارف الحل ممكن يبقى عامل ازاي. خلونا نشيل دي كده. شوفني كده انا هعمل ايه. ماب انت سيبني اكتب بس وتعال نسميها ماب ايكوال كذا، هنلف عليهم برضو. انت اي ايكوال 0
واي اقل، بس هنلف عليهم مره واحده. ايكوال واي اقل من احنا قلنا نمز دوت لينس جي تي اتش اي بلس بلس. كده احنا بنيتريت على البلاي ليست، على الليست ده، على الليست دي عادي، وانا ممكن نمسكها ايتم ايتم. عاوزين نسجل كل اندكس، كل ايتم قيمته كام والاندكس بتاعه كام، ونطرحه من التارجت. يعني نطرح التارجت منه. لو الكرنت، لو موجود عندي في المابا دي فاليو من الفاليوز اللي انا هطرحها دي، يبقى دي الاندسيس. صح ولا غلط؟ مش فاهم، خليك معايا. انا دلوقتي هاجي هنا اقوم قايل ريمين الباقي من الرقم بيساوي نمز تارجت ماينس نمز اي، نمز اي. اطرح لي ده الباقي عندي. طيب وتعالى لي هنا برضو معلش، تعالى هنا اقوم قايل ماب ماب نمز اي ايكوال اي. ايه اللي انت عملته ده؟ طيب خلونا الاول نشيل دي عشان نمشي واحده واحده. شيل دي وتعالى نطبع. تعالى نرجع هنا بس كده الليست فاضيه، وتعالى نطبع بعد ما نخلص المابا دي هيبقى شكلها عامل ازاي، عشان بس انا عاوز امشي معاكم واحده واحده. طبعا هيديك غلط. اول حاجه قال لك العنصر الاثنين ده الاندكس بتاعه 0، السبعه الاندكس بتاعه 1، ال11 الاندكس بتاعه 2، ال15 الاندكس بتاعه 3. حلو، هستفاد بحاجه زي دي ايه بقى معلش يا عبد الله؟ يعني انا دي حاجه زي دي هتفيدني ازاي؟ هنمشي عليهم واحد واحد. انا دلوقتي عندي الاثنين، عديت الاثنين ضفتها ماشي، بقت موجوده عندي الاندكس بتاعها بزيرو. جيت هنا عند السبعه، هاجي اقول السبعه دي 9 ناقص 7 كام؟ 2. الاثنين دي موجوده عندي في الماب. لو موجوده يبقى خلاص انا معايا الاندكس بتاعها بزيرو، والاندكس بتاع السبعه اللي انا واقف عليه الحالي اللي هو بكام؟ بواحد. يبقى كده رجع لي 0 1. تعالى نمشيها على دي. هيبقى عندنا تعالى الكيس الثانيه دي اهي. بص عندنا مابا 3 ب0، 2 ب1، 4 ب2. هنمشي عليهم واحد واحد. الثلاثه دي تعال نطرح التسعه، السته نشيل منها 3 هيتبقى 3. احنا موجود عندنا 3 في الماب دلوقتي؟ لا. طيب خلاص يبقى ضيفها عندي، يبقى بقت 3 و0. خش على اللي بعدها الاثنين 6 ناقص 2 4. عندي 4 في قلب الماب؟ لا لسه ما فيش عندي 4. يبقى ايه؟ ضيفها عندي في الماب بقت 2 و1. تعالى بقى على الاربعه. الاربعه دي 6 ناقص 4 2. عندي انا 2 في الماب. هبص على الماب عندي 2، عندي 2 الاندكس بتاعها بواحد. رجع لي 2 1 اللي هم دول. تعالى واحده واحده برضو اهو. ريمين تارجت هنشيل منه التارجت ناقص نمز اللي هو النمز العنصر اللي انا واقف عنده حاليا، ونيجي نقول اف ماب دوت كونتين كي. فيها كي اللي هو اسمه ريمين ده. لو هي فيها الكي ده على طول رجع لي الاي العنصر دلوقتي اللي انا موجود عنده، وايه تاني بقى؟ ماب ريمين. تعالى كده نرن ونشوف انا عملت حاجه غلط ولا لا. غلط دلوقتي ريمين. نسيت احط تايمر. تخيل معلش، كنت ساعات بحلها بالبايثون فكنتش محتاج. ماشي انتجر. تعالى نعمل رن. ناسي ايه تاني؟ احنا متاكدين ان هو موجود، فهو بس عاوزك تحط النل. هو بيقول لك طيب نل، يعني لان القيمه دي ممكن تبقى بنل، هو مش واخد باله فوق ان احنا متاكدين منها، فهحط له العلامه دي. ماشي تعالى نعمل رن كده ونشوف. عدى كله. تعالى بقى نعمل سبميت ونشوف هل هيعدي ولا لا. شفت انا كنت هنا تقريبا.
شفت انت لما جيت هنا بيقول لك بيت بتاع، يعني انت البرفورمانس بتاعك عدى اكتر من 94% من الناس اللي اشتغلت اللي حلت الالجوريزم دي، لان احنا حليناها بطريقه مختلفه. والميموري برضو عالي، خلي بالك، بقت افضل بكتير. طيب تاني، انا مش فاهم الحل الجديد اللي انت عملته ده. بص، اول حاجه الماب دي لو حد ملوش معرفه خالص، فالماب دي هي حاجه بتاخد كي وفاليو، وبتحتفظ بالشكل اللي احنا وريناه لكم قبل كده، اللي هو بالشكل ده. مثلا 1 1 كي وفاليو. يعني الصراحه انصحك يعني ايه، الحاجه اللي ما تفهمهاش ممكن تروح تشوف فيديو عنها، الموضوع بسيط خالص يعني، حاجه زي كده ليها كي وليها فاليو. فاحنا بنعمل واحده فاضيه الاول، بعد كده بندخل نلف على الليست عادي خالص، بنشوف التارجت اللي هو العدد اللي انا عاوزه ده، اطرح منه الرقم الموجود الحالي. لو انا عندي في المابا دي قبل كده الباقي ده معناه ان انا خلاص بقى معايا الرقمين صح، خلاص رجعهم لي. ده اللي انا بقوله هنا، لو الماب دي فيها الكي اللي هو اسمه ريمين ده، تمام. طب لا مش موجوده فيه، روح سجله ماب نمز اي، يعني خلي لي اسم الكي اللي هو هيبقى الرقم الحالي، اللي هو مثلا لو انا عند التلاتة خليه 3، لو انا عند الاتنين خليه 2، وخليه لي الفاليو هي الاندكس بتاعه اللي هو 0 مثلا او 1 او 2 بس. انا عارف ان انا طولت في الفيديو، وعارف ان الناس كتير ممكن تشوفني رغاي وعمال بعيد في الكلام، بس انا بادئ في حاجه ممكن يكون حد لسه اول مره يكون بيتعامل معاها، فعاوز اوضح الدنيا على قد ما اقدر. وعارف ان بعد كل الكلام ده هتلاقي ناس برضو الدنيا معاها مش واضحه قوي في الاول، فعادي، ده عادي وما تقلقش، وكله هيبقى تمام. كده فيديو النهارده خلص. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون فاد الناس، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. السلام عليكم.